ازيكم يا جماعه، وحلقه التيمت تيم وحلقه التجاره شطاره مع عمهم تاجر القماش ادهم جمعه. ادهم يا جماعه قال لي الحق ده في تيم وزير في الالتيمت تيم نازل وفي كراش هيحصل واللعيبه نازله، الحق بيع والحق اشتري. كنت عايز اجيب انا كانتي ومبابي ما كانش معايا فلوس، ففهمنا بقى رسينا براحه حبه حبه حوار تيم وزير ده واشتري ايه ومين ايه وبتاع، عشان انا مش فاهم حاجه بصراحه. طيب تيم اوف ذا يير ده فريق السنه بس بتاع اي زمان كانوا بياخدوا اللي هي الفيفا، فاكر لما كان لسه فيفا لما ايوه ال11 هم دول بيبقوا في اللعب ياخدوها يعملوا لهم كروت زرقاء وخلاص كده. يعني دي اول سنه؟ لا تاني سنه ثالث سنة. او تاني سنه بيبعتوا اللي هم الكونتنت كريتورز اليوتيوبرز الكبار اللي احنا ان شاء الله نبقى زيهم. ايوه اتفضل. هو مش احنا يعني. أيوة. بوكس يعملوا فوت، والفوت بتاع الكوميونتي يعني والكونتنت كريتورز دول اللي هم اليوتيوبرز دول يقوموا من حاطين جايبين لهم لينك ده الناس تختار عايزين مين، يقوموا يوتيوبرز حاطين بيزد على الفانز بتوعهم. يعني اكن كل الناس بتلعب فيفا هي اللي بتختار. فاختاروا مين مش احسن طبعا لعيبه في العالم، اختاروا اللعيبه اللي في اللعبه اللي احسن لعيبه في اللعبه. انا عملت بريدكشن قبل ما البتاع دي اتعملت، ال11 اللي قلتهم موجودين. مين بقى؟ دخيه. هم لسه ما نزلوش بس يعني معروفين بشكل كبير. 99% اللي بيقولوا لك دول هيبقوا دخيه جول. لو هياخدوا رايت باك وليفت باك بس مش هياخدوا اكتر من 2 سنتر باكس، هيبقى ووكر وفاران وفان دايك ومارسيلو. وفان دايك ده فاران وفان دايك ده فان دايك ده ايكون لوحده، ما بالك الانفورم، ما بالك السكند انفورم، ما بالك تيمو زير. ماشي. الثلاثه اللي قلت مين شمال؟ مارسيلو ده فوت. ماشي. اصلا النازل في النص انا عارفها اكيد، دي كانتي ومودريتش. مين بقى الثالث؟ هيكون مين؟ دي بروين. يا سلام. اوكي. ودي بقى الهجوم ميسي ورونالدو، ودي بقى الخناق عليها امبابي مش صلاح، لان هي ما بين امبابي وصلاح. بس بنسبه جامده امبابي هو عشان فيفا اللي بيقول لك عشان امبابي الويك فوت 4 ستار وصلاح الويك فوت 3 ستار وهو 5 سكيلز تقريبا. انا عندي مشكله مع صلاح لما بلعب بيه، ان انا بلعب بيه يا جماعه رايت وينج، ما كل اللي بيلعبني وانا اللي احنا الاثنين عارفين ان انا هجيبها على شمال وهبقى عايز اعملها ار2، وانا برضو ما بعرفش افلص منه. كان بحب لعيب 2 فوتد يبقى عشان اعرف عشان كده امبابي محبوب اكتر، فرنساوي. اوكي. جنسيات احسن. ايوه. السنه دي بقى عاملين لنا مفاجاه. ايه بقى؟ منزلين احنا بنعرف حاجه قبل ما تحصل في الداتابيز. نزلوا هما بنعرف منين، بينزلوا ديزاين كاردز تنزل في الداتابيز، فعملوا حاجه اسمها تيم اوف ذا يير نوميني. تيم اوف ذا يير نوميني دي عباره عن ايه؟ SBC تنزل يعني مثلا امبابي 87 زي ما هو، بس في SBC لما تختاروا يعني لما كل الناس تعمل SBC ده ايكوال 1 فوت، انت فاهم؟ يعني كل SBC بتساوي فوت. مثلا هم تقريبا الناس يعني الرومرز بتقول ايه، ان احتمال يبقى فيه بنش، فالبنش ده هيبقى عليه تصويت من الكوميونتي عن طريق SBC. ايوه بس مبابي في التشكيله الاساسيه خلاص. انا بديك كنت مثال. مثلا انت قصدك لو لعيب بره ال11 يعملوا بنش فيصوتوا للبنش ازاي؟ ده كل ده كلام محدش عارف. مين بقى اللي يصوت للبنش بالSBC؟ اللعيبه العاديه احنا نعمل SBC عشان نديله فوت بس. يعني هم ياخدوا مننا كوينز ولعيبه عشان ندي فوت. بس بيديك لعيب، يعني بيديك نفس، يعني مثلا لو لعيب 85 هديك نفس بتاع بس بديزاين لونه ازرق. بالنسبه لي اللعيبه بقى زي حالاتي كده، الناس اللي عايزه تشتري لعيبه ميتا او لعيبه غاليه ومستنيه ده وقت الكراش، اللي انت كنت قلت لي انه عشان كل وقت هيبيع لعيبته الكبيره. مثلا عنده امبابي العادي الجولد او الانفورم، هبيعه عشان اجيب تيم اوف ذا يير، فسعر امبابي الجولد ده بينزل بقى. صح الحاجات دي كده اللعيبه مش نزلت، اللعيبه انهارت، معظم كل اللعيبه. انا لقيت كانتي ده بقى تراب يعني فيهم رونالدو اللي هو ما بيتحركش، سعره يفضل ثابت مهما حصل. بلاك فرايدي كان يفضل ثابت، وقع جامد، كل اللعيبه وقع جامد وهتفضل تقع جامد. كل ده تيم اوف ذا ما نزلش، والناس فاكره دي بري كراش زي بلاك فرايدي، اللعيبه كانت ارخص قبل بلاك فرايدي، وقت بلاك فرايدي غليوا. لا المره دي في كميه باكس هتتفتح مش طبيعيه. يعني بقى تيم اوف ذا يير الاسعار هتعلى ولا هتكمل؟ هتعلى طبعا. احنا هنا هتعلى تاني. احنا في اوطى وقت فيفا. مع العلم في حاجه نسينا اقولها، لما بتنزل تيم اوف ذا يير بتنزل مدافعين لوحديهم، خط وسط لوحديهم، مهاجمين لوحديهم، وبعد كده ال11 ينزلوا كلهم في الباكس. السنه قبل اللي فاتت ابتدوا مهاجمين خط وسط يعني ملهاش السنه اللي قبليها كانت دفاع خط وسط هجوم. السنه دي محدش عارف هيبتدوا بمين وهيعملوا ايه، بس هي تنزل يومين زي ما قلت لك، دفاع يومين، خط وسط يومين هجوم. هي هتبدا يوم الاثنين. طيب انا عندي سؤال بقى هنا، دي الصياعه يا محمد حسن. يقول لك ايه، لو لعيب نزل له انفورم في العادي فهو كده اوت اوف باكس، معنى كده انه سعره هيزيد. طب انا دلوقتي بقى دي حاجه، انا بقى دي التريك، انا عايز اجيب امبابي وكانتي اللي هم هيبقوا في تيم اوف ذا يير، فسعرهم دلوقتي عمال ينزل. لما ينزل لهم تيم اوف ذا يير هيبقوا اوت اوف باكس. حلو. المفروض كده سعرهم بقى يزيد تاني. المفروض بص
فانا خايف بقى من دي. يعني انت اشتري، انا واحد زي عايز يجيب مبابي وكان تشتريهم مثلا لحد بالليل او الاثنين، لو نزل المدافعين ما نزلش يعني مثلا امبابي وكانتي كل واحد في هينزل، يعني هينزل تيم اوف ذا يير في يوم مختلف. حلو. محدش عارف ايه اللي هيبتدي الاول. ومحدش عارف حجم الباكس اللي هتتفتح، فاللي هتخلي الاسعار تقع. انا اللي متوقعه ان موضوع ان هم اوت اوف باكس ما ياثرش قوي، من كتر ما هو فيه باكس كتيره بتتفتح، كله عايز يبيع لعيبته وبيع لعيبته وبيع لعيبته، وغير ان هم هيخشوا يومين ويطلعوا يومين ويخشوا يومين ويطلعوا يومين. انت ممكن تامن على نفسك وتشتري بعد مثلا ايه لما ينزل في الباكس. مثلا الميدفيلدرز جت قبل الاتاكرز، حلو، فنزل كانتي، ممكن سعر يثبت سنه يقع سنه اول ما يتشال تاني. وقبل ما اول ما تنزل المهاجمين ويقع، يعني بعد بقى المهاجمين لما ينزلوا بيومين يكون كانتي ده طلع في اليومين دول كتير قوي في الباكس. ممكن تشتريه وتامن نفسك. كده مهما اشتريته باي سعر، كل ده بعد اقل سعر ليه من فتره طويله جدا وهيعلى تاني. كده كله يعني محدش خسران حاجه، لان كل حاجه هتنط جامد بعد تيم اوف ذا يير. ايوه بس انت ما تنصحش الناس يعني انها تروح تبيع فرقها وتقول لك انا افتح بالفلوس. هو دي كانت فكره حلوه من فتره، دلوقتي ممكن تعملها بس فيها مخاطره، لان مش عارف الدنيا هتنزل اكتر من كده. يعني نيمار لسه باصص من شويه 550، نيمار كان ب 700 من اسبوع ولا من اسبوع ونص. في حاجه برضه الناس مش واخده بالها منها، فيفا باع منها نسخ كتيره قوي في كريسمس. ليه؟ لان بره العيال الصغيره بقى في هدايا بيجيبوا لهم هدايا، فاليوزرز الناس اللي بتشتري فيفا بوينتس والديكور ده بيزيد. كل العيال محوشه هدايا كريسمس بتاعتها، روح حطها في فيفا. فانت عندك كميه باكس بتتفتح مهوله، واللي انا متوقعه بسبب الباكس كتير اللي بتتفتح دي ان هي تنزل اس بي سي تاخد ال 83 84 85 والجولدات. كل هم عايزين بقى ايه، اصل الماركت الكلابز مليانه، هم عايزين يفضوا فاكيد هنزلوا اس بي سي تي فيس دي بارقام الكارت مغري بصراحه. بس كنت عايز اعمله بس الكيمستري بصراحه قلت بلاش. فهم هينزلوا اكيد مثلا هي ايه الحاجات اللي بتاخد 11 رير وتديك لعيبه 81 بلس والحاجات دي، اكيد هينزلوا منها كتير يفض. اصل كلابات الناس مليانه لعيبه، مليانه كله بيرمي فلوس. ده اكتر وقت بيصير، اكتر من تيم اوف ذا سيزون، اكتر من بلاك فرايداي بتصرف فلوس عبيطه على فيفا. طب انت في لعيب معين عايز تشتريه في الكراش اللي هيحصل ده، ولا انت معتمد على لا انا بقى هعمل ايه في الكراش؟ عشان الناس سالتني السؤال ده كتير، اعمل ايه؟ أيوة. اتاجر ازاي؟ اعمل فلوس ازاي؟ انتوا لو متابعين على تويتر في الماركت، يعني انا بقعد على فوت بن لو عارفينها الابلكيشن والويب سايت، بقعد اتابع الجرافس واقعد اتابع اسعار اللعيبه، حتى بكتبها عندي في نوته اللي هو امتى بيعلوا وامتى اوطى وقت وامتى اشتري وامتى بيع. انا عامل شله لعيبه، اكتر لعيبه بتغلى واكتر لعيبه اللي هي فيها بروفيت مارجن حلو، اللي هتحط 10 يجي لك 15، اللي كسبت 50% من اللي انت حطيته. فاللعيبه دي مين؟ كومباني بتاع سيتي، وتوبي اولدروايلد بتاع توتنهام، تمام، بلجيكيين دوري انجليزي، سنتر باكس، مطلوبين دايما. اي سكواد عايزه كيمستري بيطلبوا معاهم. فيليب لويس برازيلي وليفت باك، مركز قليل اللي فيه 85 يكون سعره مقبول. كومباني انا كنت لسه من يوم، يعني من 3 ايام قلت لهم يا جماعه كومباني لويس سعرهم مغري جدا وقت الجوائز، كله راح اشترى. اللي اشترى يعني انا لما الباكس دي كلها تتفتح بعد ما كلها تتحط في اس بي سي تيفيز موجوده دلوقتي، لما تتشال انا ما اعرفش اكيد هحط حاجه مكانها، بس لو بتابعوني على تويتر انا بحسبها ازاي، في نقطه معينه بيوصل عندها سعر اللعيب زي لويس زي كومباني زي الدروايت زي الناس لازم يتباع بقى خلاص. ده لا بينزل لسعر معين. أوكي. يلا اشتري، ده امن حاجه، لان مش كل حد متابع الماركت وحافظ. فانا اللي بقوله لكم يعني انا عايز اشتري بالرخيص ده، استنى لحد ما اللعيبه كلها تنزل في الباكس اللي هي تيم اوف ذا يير، والباكس تتفتح بالعبيط، فهيوصلوا الحاجه اللي هو مش طلب بنوصل عشان ابيع بعد كده كمان بقى. يعني بالنسبه ل 85 10000 ونازل، ومش كلهم. ايوه انت اللعيبه اللي انت قلت عليهم دول ال 86 15 ل 16000 ما بيوصلوا سعر معين، ومن دورات معينه وجلسات معينه بجيبهم. ال 87 من 20 ل 23. هتنزل لنا على تويتر الحركات دي؟ انا بنزل يا باشا، ماشي، سكرين شوتس واللي متابعني عارف كله كايش قد كده. طيب الناس بتدعي لك، امي بتدعي لك والله انك كسبت فلوس في الماركت. طيب انت هتعمل ايه في انا عشان ابقى صريح معاك، تشتري حد ولا مش عايز تشتري حد؟ لا انا مش محتاج اشتري حد للفريق، انا معايا فلوس مستني بقى صفقات تنزل، اسعار معينه للعيبه. بصوا بقى في تيم اوف ذا يير اللي بيحصل مفاجآت كتيره، البيدنج وقت الباكس وقت اللايتنينج راوندز. عشان اللي مش فاهمين برضه اللايتنينج راوندز دي كل كام ساعه يوم منزلين مثلا 100000 باك اللي هي 100 اللي يلحق يفتح بقى، اللي يلحق بقى بالاسبقيه. يعني وقت ده الناس بقى بيطلع لها 50000 لعيب مش محتاجينه بس ليهم قيمه، بيسيبوه بيد. ممكن تجيب كومباني اللي ب 15
بقى 7. هتلاقي مش عايز تخلص كتير قوي قوي قوي، ومحدش كله بيفكر فيه انا عايز اشتري مبابي، عايز اشتري نيمار، عايز اشتري ميسي، عايز اشتري رونالدو. كله مركز في دول، كله ناسي ان في لعيبه ممكن نعمل فيها انفست، وكله مركز مع اللعيبه اللي عايز يشتريها الفرقه، ما حدش مركز مع اللعيبه اللي ممكن تنفع للتجاره. فالبيدنج لو واحد عنده وقت يطلع الكومبانيون اب على التليفون او يقعد على الكمبيوتر او البلاي ستيشن يقعد يعمل بيد بمزاج بقى على الكام لعيب. برضه هتلاقيهم على تويتر اللي هقول عليهم. طب اخر سؤال، لو انا عايز اجيب انفورم، هل متوقع الانفورمز مثلا ساندرو سكند انفورم، فان دايك سكند انفورم، الناس دي سعرها ممكن ينزل قوي ولا لا حاجه عبيطه عشان هم كده كده فان دايك واحد زي هينزلوا تيم اوف ذا يير، فالسكند انفورم فممكن الناس تقول لك يا انا عايز اجيب تيم اوف، هبيع الانفورم عشان اجيب تيم اوف ذا يير بتاعه، فممكن هيلاقي غالي قوي. يعني بس ده مثال. ايوه. فيقوم بايعه هيقوم واقع. كل اللي مش عارفين يشتروا تيم اوف ذا يير هيرجعوا يشتروه تاني. فيقوم فاللي يعني انا لو لقيت سعره نزل شويه اللي هو تمام اشتري. حاجه كمان لازم الناس تركز فيها، حاجه اسمها لينك انفستمنتس. يعني مثلا فاران نزل له تيم اوف ذا يير، واحد طلع له انتريدبل فاران تيم اوف ذا يير، عايز يجيب له حد حوالي مع راموس كورتوا، فالناس دي يعني مثلا سعرها هيزيد مثلا المتوقع واحد زي ثيو هرنانديز الانفورم بتاع اتلتيكو مدريد. اوكي، ده من تيم اوف ذا ويك اللي في الاول خالص، قليل منه في الماركت، ما نزلش تاني وسعره وقع. هو كان ب 180 دلوقتي ب 145 150. لما لو الوقت ما فاران ينزل والناس تجيلها كتير 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 هيبقوا عايزين بقى اللي هو انا عايز احط حد جنبه. أيوه. وعايز اجيب انفورم، هروح يجيب ثيو هرنانديز. نفس الفكره مثلا لو ووكر ممكن تشامبيونز ليج، كارت الشامبيونز ليج بتاع، او لالا السكند انفورم يزيد عشان امبابي مثلا، او عشان فاران، او عشان فاران. ده اللينك انفستمنت. لا اوعى، احنا فاهمين برضه، احنا ادهم تاجر على ابوه، بس احنا برضه انا الصبي بتاعك يا بيه، فاهمين برضه. أيوة. بس في حوار اللينك، شوف مثلا مارسيلو نزل، شوف مين عليه طلب، هتلاقي مثلا راموس برضه هتلاقي. بس يعني هي بتمشي كده، فاهم؟ أيوة. اللي هو حد نزل في حد زي لما روبرتسون لما نزل انفورم والناس كلها عشان تجيبه جنب فان دايك. ايوه روبرتسون كان ب 90,000 دلوقتي ده غيروا برايس رينج بتاعه عشان 3 مرات مثلا. بس اخر حاجه في وقت تيم اوف ذا يير هينزل بلاير اوف ذا مانث، هيبقى غالبا حد من ليفربول بتاع ديسمبر. ايوه غالبا هيبقى فان دايك او صلاح، كله كان عامل فان دايك تاني. طيب ماشي. ف وقت قبل ما تنزل البلاير اوف ذا مانث، انا مش عارف لسه هينزلوا ايه طبعا وقت الاس بي سي في النص اللي هتوقع او هتعلي اسعار ال 85 وال 86. بس لو الدنيا فاضيه برضه هقول على تويتر هيبقى في فرصه ان نشتري لعيبه دوري انجليزي بالرخيص تعمل بيهم الاس بي سي، وكل بقى مركز مع التيم. فما ينزل بقى البلاير اوف ذا مانث، مش عارف هيغلوا قوي ولا لا، بس ده اللي عايز يعملها يعني بالرخيص. ده بالنسبه للبلاير اوف ذا مانث. انا كده لخصت معظم الحاجات اللي ممكن تتغطى بالنسبه لتيم اوف ذا يير. لما تتابعوني على تويتر انا يعني مش من النوع اللي من التجار، في تجار كتير قوي على تويتر كله بيخبي او يدفع فلوس عشان اقول لك انا بعمل ايه. أيوة. انا فاتحها سداح مداح، اي حاجه بشتريها بقول لك يا جماعه انا اشتريت. فتابعوني على تويتر لو محتاجين يعني تفاصيل اكتر عن نشتري امتى ونبيع امتى. انا قاعد هناك وبجاوب. وقاعد على تويتر انا اكونت كيف فنينه، والاكونت بتاع ادهم جمعه 94 انا مواليد 49 90 معلش الحساب معلش 94 قاعد على طول، والناس حابه يا ادهم امي بتدعي لك ومش عارف ايه، وجايبين عملنا فلوس قد كده وبتاع، تحس الناس عمداها بنطه في الكويس. خلاص ده يا جماعه اللي حصل في حلقه التجاره شطاره مع عم ادهم. يعني انا اروح اشتري مبابي وكانتي يوم الاحد بالليل ولا الاثنين استنى؟ اتقل وربنا لو غلوا جنيه عليك. ماشي خلاص يا جماعه، ده اللي حصل في الحلقه دي. نشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.